النهاردة هنعمل الفراخ المحمرة باللون الذهبي التحفة ده اللي انتوا شايفينه. هي مقرمشة من بره وكمان من جوه طرية وحلوة، سهلة بسيطة وهتعجبكم. Today we're making this amazing golden fried chicken, crispy on the outside and juicy on the inside. It's very simple and tastes amazing. هنجيب البيضة ونحط عليها ملح وفلفل ونقلبها كويس. The first step we crack an egg and season it with salt, pepper and then whisk it very well. بعد كده هنحط في طبق على جنب دقيق وعليه ملح وفلفل وبهارات الفراخ عشان تديها طعم حلو. Next in separate bowl we add flour and season it with salt, pepper and chicken spices. وعندنا طبق على جنب تاني بنحط فيه بقى البقسماط المتبل أو هاتي فيجيتار، وده بقى اللي بيخليها حلوة قوي. In a third bowl we have seasoned breadcrumbs and this is the secret to the perfect crunch. دلوقتي بقى هنبدأ نغلف شريحة الفراخ، هننزل بيها في الدقيق الأول، بعد كده البيض، وبعد كده آخر حاجة البقسماط المتبل. Now it's time to coat the chicken, first into flour, then into egg and finally into the seasoned breadcrumbs. هننزل بالفراخ بعد كده بعد ما نظبطها فنسيبها في التلاجة شوية تمسك نفسها وبعد كده هنقليها. دلوقتي عندنا زيت مغلي هننزل بالفراخ عليه وبعد كده هنوطي النار لنار متوسطة عشان تستوي الفراخ وكمان تاخد اللون الذهبي الجميل. We place the chicken into the hot oil, then lower the heat to medium so it cooks evenly and gets the beautiful golden color. وبعد كده لما هتاخد اللون من تحت نقلبها الناحية التانية لحد ما تبقى ذهبية ومقرمشة من كل الجهات. We flip it to the other side until it turns golden and crispy all around. وبعد كده هنطلع الفراخ على جنب على طبق فيه مناديل. لو عايزاها مش مقرمشة قوي، لكن لو عايزاها تفضل مقرمشة ما تحطيش تحتها مناديل. وده بقى شكل الفراخ المحمرة تحفة، مقرمشة من بره وطعمها خرافة بجد، لازم تجربوها. And this is our fried chicken. Looks absolutely perfect, crispy on the outside with unbelievable taste. ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي علشان يوصلكوا كل جديد. Don't forget to subscribe to my channel.